السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحلقة جديدة معاكم بناء على طلب اختنا رحيق. طلبت ان انا اصور لها الفراخ بتاعتي لان كان عندها فراخ نفس العمر يعني. طبعا انا ذبحت منهم. كان عندي هم 3 ديوك، انا كنت شاريهم نص التربيه. كان عندي 3 ديوك، ذبحت ديكين لانهم بيفضلوا الديوك يضربوا في بعض ويعوروا بعض، فانا بسيب ديك واحد للفراخ وبذبح الديوك الباقيه. فزي ما انتم شايفين كده يا حبيبتي الفراخ بتاعتي ما شاء الله قربت تبشر. دي فراخ عمرها 5 شهور. احنا اتفقنا قبل كده وعارفين ان الفراخ البلدي بتبدا تبشر عند 6 شهور كده، فهم ما شاء الله فيهم كام واحده فايره كده، يعني ان شاء الله شويه كده ان شاء الله هيبشروا. ده بالنسبه لحجمهم يعني. بالنسبه بقى لاكلهم يا رحيق، انا باكلهم طبعا ما زلت الدشيش على شويه من العلف، وباكلهم بقى دلوقتي بواقي اكل. عندي ورق خاص بحطه، عندي برسيم مثلا لو حاجه بحطها خضار او كده، وكمان بواقي الاكل. بس اهم حاجه يا رحيق ما تحطهمش، مش تحط لهم عيش في الميه. الفراخ مش بياكلوا عيش في الميه خالص. انا كمان يعني حتى كنت عامله خلطه قبل كده، عيش ناشف ودشيشه وعلف، كانوا هم كمان بياكلوا منها، لكن عيش مبلول لا. وبالنسبه طبعا ليك صحيا يعني كل كام يوم كده بخرط لهم بصل واحطه لهم، وفي الميه من بردك من حل اخر بحط في الميه توم وليمون كتحصين وكمضاد حيوي. وبالنسبه للارضيه كل وقت كده بنضفها وبرش في الارضيه كده زي ما انتم شايفين جير علشان اطهر المكان. طبعا يعني لازم يا جماعه نحافظ على تدفئتهم. زي ما انتم شايفين كده انا مقفله العشه للفراخ فيها، مقفلاها من الجوانب، مش سايبه غير جانب بس كده، حتى بغطيه بالليل زي ما انتم شايفين كده دوت يدخل لهم مثلا شمس وهواء. وبغطيه بالليل كمان بنزلها على اساس ان هو البرد والسقعه يعني. وما شاء الله الجو النهارده اصلا هوا، فلازم تحافظي على الطيور في البرد دوت يا جماعه علشان ما يتعبوش. ودي كانت حلقتي معاكي. طبعا هي بسيطه وعملتها علشان خاطرك، اتمنى ان انا اكون فدتك يا رحيق. وطبعا بالنسبه للاكل اكليهم اي حاجه بقى عندك، بس لو حسيتي في يوم ان فراخك مثلا كمشين او حاجه امنعي بواقي الاكل شويه. لو حسيت ان هم كمشين او دبلانين او كده امنعي بواقي الاكل شويه، وابداي بقى خرطي بصل، ابداي مثلا اعملي توم بالليمون والحاجات دي يعني. ودي كانت حلقتي معاكم، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. مع لقاء تاني في حلقه تانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.